السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي نكمل أو نشرح الإهلاكات اللي كنا وقفنا عندها في الفيديو اللي فات. إن شاء الله هنتكلم بصورة مبسطة تكون سهل عليكم إن شاء الله. في البداية قبل ما أتكلم في الإهلاكات هنتكلم عن إزاي نثبت الصف أو إزاي نثبت العمود، ودي حاجة مهمة جدا وبسيطة خالص، بس الدكتور بيأكد عليها في كل محاضرة، فدي مهمة جدا وهنحتاجها كتير، فلازم نكون عارفينها. إذا عندنا بعض البيانات زي التكلفة التاريخية 100,000 جنيه والعمر الإنتاجي 5 سنوات وقيمة الخردة 20,000 جنيه. طبعا احنا عارفين الإهلاك بيتحسب ازاي، وهو عشان خاطر اللي مش عارف طبعا هشرح كل الكلام ده بالتفصيل فيما بعد، بس أخلص بس حتة ازاي نثبت العمود أو ازاي نثبت الصف. عموما الإهلاك الثابت أو قسط الإهلاك الثابت بيتحسب من خلال التكلفة التاريخية ناقص قيمة الخردة على العمر الإنتاجي. طيب نيجي نعمل معادلة هنا في قسط الإهلاك. هنقول التكلفة التاريخية اللي هي بي واحد ناقص قيمة الخردة اللي هي بي 3 على العمر الإنتاجي 5 سنوات. طبعا كنا شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت الطرح والجمع والقسمة وازاي برضو الأولويات بتاعت الحاسب بيستخدمها. هيجي الدكتور يسألنا مثلا سؤال يعني بسيط خالص، يقول لنا مثلا اذا كانت الداله بالشكل ده اكتشف ايه الخطأ اللي فيها، او قول لنا مثلا نعمل ايه عشان نصلحها. دي فيها خطأ صياغه، طبعا هيكون خطأ الصياغه ايه اللي فيه طرح او جمع مع ضرب او قسمه. ده طبعا ما ينفعش لان الحاسب الآلي هيستخدم القسمه الاول بعد كده يبدأ يطرح. فاحنا عشان خاطر نتفادى خطأ الصياغه ده هنحط ما بين قوسين عمليه الطرح، بحيث ان احنا نتفادى الخطأ. يبدأ الأول بالطرح بعد كده يقسم، وهنضغط انتر. طيب طلع معانا 196,000. عايزين نشوف دلوقتي لو سحبنا من مقود الخلية كده بالراحة لحد الأسفل الخمس سنوات هنشوف هيظهر ايه. دلوقتي ظهر بعض الأخطاء صياغة المعادلة، ده خطأ غير معروف، وده طبعا رقم مش موجود أو ما ينفعش لقسط إهلاك. طبعا قسط الإهلاك ثابت كل سنة، فالمفروض يبقى 196,000 كل سنة. فاحنا هنعمل ايه عشان خاطر نثبت العمود ده؟ لو عندنا احنا جدول دلوقتي بشكل عمود، يعني انا هتحرك من مقود الخلية من هنا لأسفل، تمام؟ يعني هسحب من مقود الخلية لأسفل، فمن خلال كده لازم اثبت الصفوف. واثبت الصفوف يعني ايه؟ يعني اثبت الارقام. عندنا الصفوف متسمية بالارقام، فاحنا لازم نثبت الصفوف من خلال ايه؟ علامة الدولار ساين. طيب تعالوا نشوف كده المعادلة كده لو ثبتنا الصفوف فيها ايه اللي احنا محتاجين نثبته. عندنا بي واحد اللي هي التكلفة التاريخية. هو دلوقتي المعادلة قدام حضراتكم اهي، تمام؟ لما انا هاجي اسحب لتحت هو بينزل خطوة من هنا لتحت الاسفل، بحيث ان هو لو عندنا معادلات او جداول تانية زي ما شرحنا في الفيديو الاول، بحيث ان هو يظبطها او ينتقل من خلية لخلية اخرى مع نفس التحرك بتاعك. يعني هو انا لما بنزل لتحت كده هو هينزل خطوة لتحت كمان، يعني هينزل خطوة لتحت، بدل ما هتبقى بي واحد هتبقى بي اتنين، وبدل ما دي بي تلاتة هتبقى بي اربعة. فهو لما هينزل على بي اربعة مش هيلاقي اصلا قيمة خردة، تمام؟ لان انا هيتحرك لتحت. يعني فهمتوا المعادلة بتمشي ازاي؟ ده اللي انا عايز اوصله لحضراتكم. فاحنا دلوقتي بدام هننزل لتحت من مقود الخلية لتحت الاسفل بالطول، يبقى هثبت الصفوف دي، الصفوف اللي موجودة دي. فانا هعمل ايه؟ اثبت الارقام، هحط علامة الدولار ساين قدام الارقام. طبعا انا محتاج اثبت البي واحد اللي هي التكلفة التاريخية، ومحتاج اثبت قيمة الخردة بحيث اللي هو ما ينزلش، ومحتاج برضو اثبت العمر الانتاجي. الثلاثة دول تقريبا في معظم التمارين كلها ثابتين، في معظم التمارين اللي احنا خدناها. طبعا في التكلفة التاريخية مش بتبقى ثابتة في القسط المتناقص، فلازم ناخد بالنا من الحتة دي. هننزل تحت ونسحب كده، بقى مظبوط كده. بقى معانا 196,000 كل سنة، يبقى كده تمام. طيب إذا عندنا الجدول بقى كان بالشكل بالعرض كده بالشكل ده، هنشتغل ازاي برضو عليه؟ هو نفس الكلام بالظبط، بس الفكرة كلها ان انا بدل ما هسحب بالطول، انا جبت لكم المثالين عشان خاطر نبقى عارفين الوجهة النظر بتاعت الحتة ديت. هو الدكتور اكد ان احنا عايزين نتعامل مع الاكسل كناس فاهمة مش ناس حافظة حاجة.
احنا ممكن كنا نحط الدولار ساين قبل الحرف وقبل الرقم عادي خالص من خلال F4 على طول بيحط 2 دولار ساين قدام الحرف وقدام الرقم. فاحنا دلوقتي لازم نتعامل مع الاكسل كناس فاهمة من خلال ان احنا عارفين ازاي بنتحرك وازاي نحط علامة الدولار ساين وامتى وايه استخدامها بالظبط. طيب نيجي نحسب هنا، هنقول يساوي. طبعا احنا عارفين طبعا اللي اي معادلة بتبدأ بيساوي لازم نكون اتعودنا يعني. لو مش عارف راجع الفيديو اللي فات. التكلفة التاريخية ناقص قيمة الخردة على العمر الانتاجي. طبعا هنحط الاقواس بتاعتنا، ما ننساش طبعا الحاجة ديت. كده المعادلة ظبطت. طيب هنيجي نثبت ايه هنا بقى؟ لا انا دلوقتي هتحرك بالجنب بالعرض كده، بالعرض هتحرك بالعرض، هتحرك من عمود لعمود، من عمود لعمود، من عمود لعمود. فانا هضطر اثبت ايه بقى دلوقتي؟ الاعمده متسميه باسامي حروف، يبقى اللي انا هثبته حروف. ودلوقتي هيجي يعمل ازاي؟ لو احنا جينا نشوف كده المعادله دي هتمشي ازاي. اذا مشينا كده كله هيبقى اخطاء. اخطاء في القيمه ليه؟ لان ما ينفعش حروف تتجمع على ارقام او تتضرب فيها او الكلام ده خالص. فاحنا نتفادى الخطأ ده ازاي؟ من خلال اللي احنا نثبت العمود. طب هنثبت العمود ازاي؟ قلنا ان العمود متسمي باسامي الحروف، فاحنا هنعرفها من كده. مادام انا هتحرك من عمود لعمود دي طريقه سهله خالص. مادام هتحرك من عمود لعمود والاعمده متسميه باسامي الحروف هثبت الحرف، وهكذا في كل الخلايا. ثبت انا الحرف دلوقتي، هاجي اتحرك بالطريقه دي هلاقي معايا 196,000. وكده يبقى خلصنا التحرك او خلصنا تثبيت الخلايا بصورة بسيطة جدا. ويا ريت تكونوا فهمتوا الحتة دي لانها مهمة جدا والدكتور بيحتاجها. طيب يبقى خلصت الكلام اللي احنا اتكلمناه ده كله. ان انا لو هتحرك من مقود الخلية بالجنب كده يعني بالعرض او بالجنب، يبقى هثبت الحروف عشان خاطر الاعمدة زي ما قلنا مسمية باسامي الحروف. اما لو هنتقل من مقود الخلية الاسفل بالشكل ده او بالطول يبقى هثبت الارقام بحيث ان عندنا الصفوف متسمية بالارقام. طيب هنتكلم دلوقتي عن طرق حساب اهلاك الاصول، ودي من اهم الدروس الموجوده في منهج الدكتور عصام كله. اولها طريقه القسط الثابت SLN، الداله اسمها SLN او ستريت لاين. ليها قانونين في الاول. القانون الاول اذا جاب لنا عمر انتاجي، والقانون الثاني اذا جاب لنا معدل. نستخدم القانون ده اذا جاب لنا عمر انتاجي. القانون ده عباره عن ايه؟ التكلفه التاريخيه ناقص قيمه الخرده على العمر الانتاجي. طبعا احنا عارفين التكلفه التاريخيه وهي قيمه الاصل مضافا اليه جميع المصاريف حتى يصبح قابلا للاستخدام. زي بالظبط انا جبت مثلا آلة فضلت اصرف عليها مثلا تركيب او الى غيره، بيتضاف عليه التكاليف دي حتى يصبح الاصل قابلا للاستخدام، اللي هو الآلة اقدر اشغلها بعد ما صرفت عليها مثلا مصاريف تركيب. بكتب كل القيمه كامله. ناقص قيمه الخرده. عندنا قيمه الخرده طبعا احنا عارفينها ان هو لما الاصل ينتهي عمره نبيعه بكام. بكام دي بقى هي دي قيمة الخردة على العمر الانتاجي، وهو عمر الاصل او ببقى محدد له كام سنة، او ممكن يكون معدل زي ما هنشوف دلوقتي في المعادلة التانية. او عندنا المعادلة التانية وهي التكلفة التاريخية ناقص قيمة الخردة في المعدل. طبعا ما بين قوسين يعني بنطرح الاول التكلفة التاريخية ناقص قيمة الخردة وبعد كده نضرب الكلام ده كله في المعدل بتاعنا. طيب نشوف الكلام ده على الاكسل ايه نظام. عندنا دلوقتي جبت لحضراتكم تمرينين، تمرين الاول على العمر الانتاجي وتمرين تاني على المعدل. هنعمل جدول زي ده بالظبط. هنقول السنة ونرص السنين ال5 سنين وبعد كده رصيد اول العام، قسط الاهلاك، مجمع الاهلاك، الرصيد اخر العام بالطريقة دي. طيب نيجي نشتغل دلوقتي نشوف هنشتغل ازاي. هنقول طبعا اول حاجة يساوي عشان نجيب رصيد اول العام. رصيد اول العام لاول سنة دايما بيبقى على طول التكلفة التاريخية، فاحنا هنقول يساوي ونحدد التكلفة التاريخية وانتر على طول هيجي لنا رصيد اول العام. نيجي على قسط الاهلاك لاول سنة. قسط الاهلاك لاول سنة هنروح نشوف المعادلة بتاعتنا بالظبط. التكلفة التاريخية ناقص قيمة الخردة على العمر الانتاجي. هروح اشتغل على المعادلة دي هنا. هنقول يساوي بعد كده التكلفة التاريخية ناقص قيمة الخردة على العمر الانتاجي. طبعا الدكتور هيسألنا مثلا يقول لنا ايه الخطأ صياغة المعادلة في كده. هنقول له الاقواس
لان الاقواس لما بننساها بيبدأ يقسم الاول بعد كده يطرح، لانه بيستخدم اولوياته في الوقت ده. طيب نشوف ايه اللي احنا ناسيينه تاني هنا. انا دلوقتي لو نزلت كده بالمعادلة دي هينزل معايا هنا هيبوظ المعادلة خالص، فاحنا لازم نثبت التكلفة التاريخية والعمر الانتاجي وقيمة الخردة. طيب اذا احنا هننتقل لاسفل زي ما قلت لحضراتكم من شوية، اذا هننتقل لاسفل يبقى نثبت الرقم. طبعا فهمت حضراتكم ليه، فاحنا هنثبت الارقام بحيث ان احنا نكون عارفين الكلام ده، يعني مش محتاجين فيه حاجة تانية. مجمع الاهلاك لاول سنة بيبقى او مجمع الاهلاك عموما بيبقى المجمع القديم زائد القسط الجديد. طبعا ما عندناش مننا اول سنة ما عندناش مجمع قديم، فهيبقى قسط الاهلاك الجديد على طول، واضغط انتر. بعد كده هاجي على رصيد اخر العام وهو اول العام ناقص قسط الاهلاك، واضغط انتر. هاجي على رصيد اول العام للسنة التانية هو رصيد اخر العام للسنة الاولى، بقول يساوي، وبعد كده اختار رصيد اخر العام للسنة الاولى واضغط انتر. بعد كده باجي على قسط الاهلاك للسنة التانية، هو نفس الحكاية، عشان خاطر احنا بنشتغل على قسط ثابت فهو هيبقى نفس القسط لكل السنين. نيجي على مجمع الاهلاك بقى، واحنا بنعمل السطر ده كله عشان خاطر مجمع الاهلاك دلوقتي. بقول يساوي مجمع الاهلاك زي ما قلنا المجمع القديم زائد القسط الجديد، وبضغط انتر. بعد كده رصيد اخر العام بنزل خطوة لانه بيحسب المعادلة تمام، بيطرح رصيد اول العام للسنة التانية ناقص قسط الاهلاك للسنة التانية. بعد كده بحدد اللي انا عملته كله السطر التاني، وبعد كده بنزل بمقود الخلية بيعطيني الدوال او بقية السنين مظبوطة زي ما حضراتكم شايفين كده. عندنا قيمة الاصل اخر او نهاية عمره الانتاجي 20,000 جنيه اللي هي قيمة الخردة. بعرف على طول ان التمرين مظبوط من خلال قيمة الخردة بشوفها. في طبعا دوال مش لازم قيمة الخردة تطلع ب20,000. طيب نتكلم عن المعادلة التانية او الطريقة التانية. الطريقة التانية هي التكلفة التاريخية ومعدل القسط الثابت 20%، قيمة الخردة 40,000. التكلفة التاريخية معانا 2 مليون. هنقول طبعا بالظبط هو تقريبا نفس الكلام، بس احنا هنغير بس المعادلة بتاعت قسط الإهلاك. هنقول يساوي التكلفة التاريخية زي ما قلنا هي أول العام لأول سنة بتبقى التكلفة التاريخية. بعد كده بحسب قسط الإهلاك. قسط الإهلاك هنقول بيساوي، نشوف المعادلة عندنا التكلفة التاريخية ناقص قيمة الخردة في المعدل بتاعنا. هفتح قوس في البداية، بعد كده هقول التكلفة التاريخية بتاعتي ناقص قيمة الخردة، اقفل قوسي في المعدل 20%. طب ايه ناقصنا دلوقتي في الدالة دي او المعادلة دي؟ ناقصنا طبعا ان احنا نثبت الخلايا زي ما قلنا. هننتقل لاسفل يبقى هنثبت الارقام وبضغط انتر. بعد كده باجي على مجمع الاهلاك زي ما احنا عارفين طبعا مجمع الاهلاك بيساوي القسط القديم المجمع القديم زائد القسط الجديد، فاحنا ما عندناش لسه اول سنة ما عندناش مجمع قديم. بعد كده باجي على رصيد اخر العام بقول يساوي اول العام ناقص قسط الاهلاك وبضغط انتر. بعد كده باجي بلاقي عندي رصيد اخر العام هو رصيد اول العام للسنة التانية، بقول يساوي رصيد اخر العام. بعد كده بنزل خطوة بالدالة دي هي ثابتة، المجمع القديم زائد القسط الجديد وبضغط انتر. بعد كده بنزل خطوة برصيد اخر العام وبعلم كده وبسحب لاسفل بيعطينا المعادلة. وزي ما شفنا عندنا قيمة الخردة 40,000 اخر العام. ويبقى كده عرفنا طريقة القسط الثابت بالظبط بطريقة سهلة ان شاء الله. طيب اذا عندنا او عايزين نعمل ادراج رسمي بيان، طبعا الدكتور ممكن يعني يطلبه مننا، فاحنا هنقوله عشان خاطر نبقى مجمعين كل حاجة وما يبقاش فايتنا اي حاجة. طيب احنا هنحدد دلوقتي السنة. خدوا بالكم يا جماعة، انا حددت دلوقتي من اول السنة، وبعد كده بضغط كنترول من لوحة المفاتيح عشان خاطر يفضل محدده، وبعد كده اضغط على قسط الاهلاك الثابت وحددت برضو خانة قسط الاهلاك. بعد كده باجي على ادراج، وبعد كده عمود، وبعد كده
عمود متفاوت المسافات، بيظهر لنا الرسم البياني بالشكل ده. خلي بالكم يا جماعه دي طريقه كيفيه تحديد الخلايا المتابعه. طيب بعد ما شرحنا دلوقتي الداله بواسطه المستخدم، هنشرح الداله الموجوده مسبقا في برنامج الاكسل. اذا عندنا الجدول ده، طبعا احنا هنشتغل على التمرين ده. التمرين ده محلول اهو قدام حضراتكم عشان خاطر نشوف الارقام متساويه ولا ايه نظامها. طبعا رصيد اول العام زي ما حضراتكم عارفين بيبقى على طول التكلفه التاريخيه. بعد كده قسط الاهلاك بقى هعمله ازاي؟ هقول يساوي، بعد كده ادرج داله اللي هي الاف اكس، اضغط على اف اكس. بعد كده بختار من القائمه دي ماليه وهي الدوال الماليه. بعد كده بضغط فوق هنا كده وبكتب اس ال ان. بعد كده بضغط انتقال، بيجيب لي على طول داله اس ال ان. بعد كده بضغط موافق. بيظهر لنا الكوست والسلفاج واللايف. عندنا الكوست وهي التكلفه التاريخيه، اما السلفاج وهي قيمه الخرده. بعد كده اللايف وهي العمر الانتاجي. طبعا مش بنكتب الارقام كده، احنا هنيجي على الكوست ونختار الخانه او الخليه. بعد كده باجي على قيمه الخرده اللي هي السلفاج، بعد كده بختارها. بعد كده اللايف وبختاره. طبعا ما ننساش نثبت الخلايا بالدولار ساين، وقلنا ان احنا هننزل لاسفل بمقعد الخليه زي ما حضراتكم شايفين في الجدول. يبقى هنثبت الارقام، نيجي نثبتها بالشكل ده وبعد كده موافق. بيظهر لنا الداله بالشكل ده فيها تنسيق جنيه مصري. لو احنا عايزين نشتغل التنسيق ده بنضغط كليك يمين وبعد كده بضغط على تنسيق خلايا. بعد كده بختار الرقم عام او الفئه عام وبضغط موافق. بعد كده باجي على مجمع الاهلاك زي ما احنا عارفين ان هو بيبقى قسط الاهلاك لاول سنه، فبيبقى قسط الاهلاك. بعد كده باجي على رصيد اخر العام، هو رصيد اول العام ناقص قسط الاهلاك بيساوي لنا رصيد اخر العام. رصيد اول العام للسنه الثانيه هو رصيد اخر العام للسنه الاولى، بختاره. بعد كده بنزل خطوه بقسط الاهلاك بتاعنا، طبعا هو متثبت. مجمع الاهلاك زي ما احنا عارفين ان هو المجمع القديم زائد القسط الجديد. بعد كده اخر العام بنزل خطوه فهو بيطرح رصيد اول العام ناقص قسط الاهلاك بالشكل ده. بعد كده بحدد الخانه دي او الجدول ده كله. بعد كده بنزل بمقعد الخليه الاسفل، بيديلنا نفس الارقام بالظبط ومفيش اي اختلاف. ده شرح بسيط للداله بتاعتنا. قلنا اذا عشان خاطر نعمل جدول بياني بنحدد السنه وبعد كده بنضغط كنترول عشان خاطر نحدد العمود المتابع الثاني قسط الاهلاك. وبعد كده بعمل ادراج وبعد كده عمود، بعد كده عمود متفاوت المسافات، بيظهر لنا الرسم البياني بالشكل ده. ويبقى كده خلصنا داله الاس ال ان. طيب هنتكلم دلوقتي عن طريقه القسط المتناقص العاديه، ودي من الطرق المهمه اللي هنستخدمها. قانونها بيقول ايه؟ رصيد اول العام في المعدل. طيب نشوف الكلام ده نظامه على الاكسل. اذا عندنا تمرين بالشكل ده بيقول التكلفه التاريخيه 100,000 والمعدل المتناقص 20%. زي ما احنا عارفين رصيد اول العام هو التكلفه التاريخيه لاول سنه. قسط الاهلاك هيساوي زي ما احنا شفنا كده، القانون بيقول رصيد اول العام في المعدل، يبقى هنقول رصيد اول العام في المعدل بتاعنا. طيب ايه اللي هنثبته وايه اللي مش هنثبته دلوقتي؟ طبعا رصيد اول العام هيتحرك معانا ومحتاجينه يفضل مش ثابت، فعشان كده هنسيبه مش ثابت، هنسيبه حر. معدل القسط المتناقص هو ده اللي محتاجين نثبته لانه ثابت في كل السنين مش محتاجين نغيره. فقلنا هننزل لاسفل، يبقى هنثبت الرقم بعلامه الدولار ونضغط انتر بالشكل ده. مجمع الاهلاك هيساوي القسط لانه اول سنه. بعد كده رصيد اخر العام بيساوي اول العام ناقص قسط الاهلاك. بعد كده عندنا رصيد السنه الثانيه اول العام بيساوي اخر العام السنه الاولى. وبعد كده قسط الاهلاك عندنا بننزل خطوه ب بالشكل ده. بعد كده مجمع الاهلاك هنقول مجمع الاهلاك القديم زائد القسط الجديد. بعد كده رصيد اخر العام بنزل خطوه ب وبشوف التمرين بالشكل ده. طبعا الارقام طلعت مظبوطه معانا. طيب نشوف كده الرسم البياني. بنحدد السنه وبعد كده كنترول ونحدد قسط الاهلاك وبنعمل ادراج وعمود وعمود متفاوت المسافات. زي ما انتم شايفين كده القسط متناقص اهو، بيقول لك ان السنه الاولى كان كبير والسنه الثانيه اقل وهكذا. ده بسبب ان القسط المتناقص بيركز، بيقول ان الاصل في اول عمره بيبقى الاهلاك بتاعه اكبر او بيستهلك بشكل اكبر، وده ادق من القسط الثابت. وزي ما انتم شايفين كده العمود بيتناقص بمعدل 20% ثابت. ويبقى كده خلصنا طريقه القسط المتناقص العاديه.
طيب هنتكلم دلوقتي عن طريقة مجموع أرقام السنوات SYD. الطريقة دي لها حاجتين في البداية، واحدة عن طريق المستخدم، والتانية دالة اسمها SYD موجودة في الإكسل. هنشتغل بالاتنين إن شاء الله. إذا هنشتغل بطريق المستخدم أو اليوزر ديفاين بتاعة المستخدم، إن إحنا هنعد المعادلة. إحنا هنقول التكلفة التاريخية ناقص قيمة الخردة في الأوزان على مجموع أرقام السنوات. هنشوف طبعا معنى الكلام ده إيه دلوقتي على الإكسل. إذا عندنا تمرين بالشكل ده: اشترت شركة آلات قيمتها 200,000 جنيه، فترة استخدامها 5 سنوات، وقيمة الخردة 20,000 جنيه. إذا علمت أن الشركة تستخدم طريقة مجموع سنوات الاستخدام، احسب أقساط الاستهلاك. هنطلع مستخرجات التمرين بالشكل ده: التكلفة التاريخية 200,000 جنيه، العمر 5 سنوات، الخردة 20,000 جنيه. هنقول الأول السنوات، هنرص السنوات: السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة والرابعة والخامسة بالشكل ده، رص عادي خالص. بعد كده هنيجي في الأوزان، هنعكس الارقام اللي احنا رصيناها ديت. هنقول بدل ما نبدا بواحد نبدا بالخمسه تنازليا الى الواحد. افهم حضراتكم الفكره بكل بساطه، ان احنا بندي للسنه الاولى اكبر وزن، وهكذا اكبر، يعني بندي للسنه الاولى وزن اكبر من السنه الثانيه، والسنه الثانيه بتاخد وزن اكبر من السنه الثالثه بالشكل ده، بحيث ان احنا يعني احنا اول ما هنشوف التمرين بالشكل ده نعكس على طول الارقام مجموع السنوات. حتى لو كانوا 10 سنوات نبدا من 10 تنازليا الى الواحد. بعد كده بنجمع ارقام السنوات، وهي 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 بالشكل ده. هنحدد النطاق بتاعنا كده، وهنضغط على علامه الجمع التلقائي بكل سهوله، هيظهر الرقم 15. رصيد اول العام زي ما احنا عارفين هو التكلفه التاريخيه. بعد كده قسط الاهلاك، المعادله بتاعته هنشوفها في الوورد عندنا، بتقول التكلفه التاريخيه ناقص قيمه الخرده في الاوزان على مجموع ارقام السنوات. نشتغل عليها ونطبق الكلام ده. التكلفة التاريخية عندنا اهي ناقص قيمة الخردة في الأوزان على مجموع أرقام السنوات. طبعا هنحط الأقواس لعلامة الطرح الأول عشان خاطر يبدأ بيه. بعد كده يا جماعة هنثبت بقى. احنا دلوقتي محتاجين ايه اللي يثبت؟ التكلفة التاريخية لازم طبعا نثبتها بحيث ان هو ما ينزلش، وزي ما قلنا احنا هننزل للأسفل، يبقى هنثبت الأرقام. بعد كده الخردة نثبتها. بعد كده نثبت مجموع ارقام السنوات، وهنسيب الاوزان طبعا حره، لان هو كل ما يتحرك لسنه هينقص الوزن شويه بحيث ان هو يبقى حر. هنضغط انتر، طلع لنا 60,000. هنقول مجمع الاهلاك بيساوي القسط. بعد كده رصيد اخر العام هيساوي رصيد اول العام ناقص قسط الاهلاك. بعد كده رصيد اول العام للسنه الثانيه بيساوي رصيد اخر العام للسنه الاولى. بعد كده هننزل بالمعادله قسط الاهلاك هيتغير معانا. بعد كده المجمع هيساوي مجمع الاهلاك القديم زائد القسط الجديد. وبعد كده ننزل خطوه بالرصيد اخر العام. بعد كده نحدد وننزل خطواتنا بالشكل ده. هيظهر لنا في الاخر قيمه الخرده بالشكل ده 20,000 جنيه. كده اتاكدنا ان التمرين بتاعنا مظبوط وتمام 100%. طيب هنتكلم دلوقتي عن طريقه مجموع سنوات الاستخدام SYD، الداله الموجوده مسبقا في الاكسل. هنقول الاول الرصيد اول العام بيساوي التكلفه التاريخيه. طلعت لنا 200,000 جنيه بالشكل ده. بنشتغل التنسيق بتاعها من خلال كليك يمين تنسيق خلايا، بعد كده الرقم عام. بعد كده هنيجي على قسط الاهلاك ونقول يساوي. طبعا هنستخدم الداله الموجوده مسبقا في الاكسل، فهنضغط على FX وبعد كده هنضغط على ماليه، نختار ماليه من الفئه، وبعد كده هنكتب SYD. بعد كده انتقال هنلاقيها قدام حضراتكم. بعد كده موافق. عندنا الكوست والسلفاج واللايف والبيريود. الكوست وهي التكلفة التاريخية، السلفاج الخردة، اللايف وهي العمر الانتاجي. بعد كده البيريود هي الفترة او السنة. طبعا بنرص الكلام ده في الجدول بالشكل ده. ما ننساش طبعا ان احنا نثبت الخلايا، واذا هننتقل لاسفل يبقى هنثبت الارقام. نثبت اللايف بالشكل ده، وهنسيب طبعا البيريود من غير تثبيت لان احنا نحتاج نتحرك بيها. طبعا في الداله الموجوده في الاكسل مش بنستخدم الاوزان ولا الكلام ده، لانه هو بيبقى متعارف عليها مسبقا او بيبقى محضرها وحاسب الكلام ده كله لوحده. هنقول موافق. هيطلع لنا برده التنسيق بالشكل ده. نقول تنسيق خلايا وبعد كده نختار رقم عام. بعد كده مجمع الاهلاك هنقول يساوي قسط الاهلاك. رصيد اخر العام هو رصيد اول العام ناقص قسط الاهلاك. بعد كده رصيد اول العام
للسنة التانية هو رصيد آخر العام. بعد كده هننزل خطوة بقسط الإهلاك، ونيجي على مجمع الإهلاك بيساوي مجمع الإهلاك القديم زائد القسط الجديد. بعد كده ننزل خطوة برصيد آخر العام ونسحب ونشد كده النطاق بتاعنا، نفس الأرقام طلعت بالظبط، ويبقى كده خلصنا من دالة الاس واي دي. طيب هنتكلم عن طريقة مضاعف القسط المتناقص الدي دي بي. الطريقة دي يا جماعة الدكتور اكتفى ان هو يشرح الدالة الموجودة في الاكسل فقط، اما الدالة اليوزر ديفاين ما شرحهاش. فانا عندي برضو الدالة الموجودة يوزر ديفاين جهزتها، بحيث ان هو لو قال انها مكررة هنشرحها، اذا مش مكررة مش هنشرحها، وان شاء الله ممكن انزلها بعد الامتحانات للناس اللي عايزة تفهم الطريقة دي. الطريقة دي يا جماعة باختصار شديد ان هي بتزيد عن الكوست العادي بنسبة الفاكتور او بمعدل الفاكتور. هنشوف معنى الكلام ده ايه دلوقتي. الطريقة دي يا جماعة بتستخدمها شركات الاتصالات او الشركات ذات التكنولوجيا العالية، بحيث انها تقدر تواكب التكنولوجيا والتطور، بحيث انها تعمل اهلاك عالي للآلات اللي عندها، بحيث انها تغيرها بسرعة. طيب نشوف دلوقتي هنعمل التمرين ده ازاي. عندنا التمرين رصيد اول العام، هنقول طبعا رصيد اول العام هو التكلفة التاريخية. بعد كده قسط الاهلاك هنقول يساوي، وبعد كده اف اكس عشان خاطر نجيب الدالة. بعد كده مالية، طبعا الدوال المالية بتاعة المحاسبة. بعد كده نكتب دي دي بي، نضغط انتقال. عندنا يا جماعة ما ننساش ان في دالة اسمها دي بي بس، وفي دالة اسمها دي دي بي، احنا بنتكلم عن دالة الدي دي بي. هنضغط موافق. عندنا الكوست نختاره ونثبته عشان خاطر ما ننساش. بعد كده السلفاج نختارها ونثبتها، واللايف نختاره ونثبته. البريود اللي هي الفترة احنا مش عايزينها تبقى ثابتة، فهنختارها وهنسيبها حر. بالنسبة للفاكتور اللي انا كلمت حضراتكم عنه من شوية، ده المعدل اللي انا بتكلم عنه. اذا اهملناه يا جماعة بيبقى رقم 2، البرنامج على طول بيفترض ان هو رقم 2. زي ما حضراتكم شايفين الفاكتور جاي بلون خفيف، عشان خاطر ما يقول لك ان الخانة دي اختيارية، ممكن تسيبها وممكن ما تسيبهاش، واذا سبتها هيبقى رقم 2. الخانة دي ليها مميزات، ان احنا لو كتبنا 200% هتساوي رقم 2 زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. طيب هنضغط موافق. طبعا اذا الدكتور جاب لنا الفاكتور نكتبه، اذا ما جابلناش الفاكتور مش هنكتبه. نضغط موافق. نعمل التنسيق بتاع الخلية عام. بعد كده مجمع الاهلاك بيساوي القسط ده لاول سنة. رصيد اخر العام هو رصيد اول العام ناقص قسط الاهلاك. اما رصيد اول العام للسنة التانية بيساوي الرصيد اخر العام للسنة الاولى. ننزل خطوة بقسط الاهلاك. بعد كده مجمع الاهلاك المجمع القديم زائد القسط الجديد. ننزل خطوة برصيد اخر العام، نحدد النطاق بتاعنا وننزل. بيظهر لنا الخلايا بالشكل ده. زي ما حضراتكم شفتوا قيمة الخردة 200,000 جنيه زي ما حضراتكم شايفين في الاخر، بحيث ان يقول لك ان التمرين ده صحيح. طيب اذا عايزين نعمل رسم بياني بقى، هنحدد السنة كنترول ونحدد القسط، وبعد كده نعمل ادراج عمود متفاوت المسافات. وزي ما حضراتكم شايفين مدي للسنة الاولى اكبر اهلاك، بحيث ان هو يهلكها بسرعة، والسنة التانية اقل شوية، وهكذا.